أود أن أقول أقسم لك بالله لو أن يهوديا كان مكان هذا الشاب الملتزم لكرم وحمل على الأعناق. ثانيا، أنا أسأل جهتين في مصر. الجهة الأولى أسأل الجهة الأمنية، إن ذرة لما وقعت من البعض من المحسوبين على التيار الإسلامي اتجهوا إلى بيوتهم واعتقلوا الآباء واعتقلوا الأبناء وربطوا الأعين وأخذوهم من أيديهم وجروهم إلى السجون في لمح البصر. وأنا أسأل الجهات الأمنية، وهذه الصور واضحة لكل ذي عينين الآن، هل سيتجه الأمن لاعتقال هؤلاء لشروعهم بل لتعمدهم قتل هذا الشاب؟ وأظن اللي حصل مع أستاذ جمال صابر ليس عنا ببعيد يعني وربي لن يحدث هذا على الإطلاق. الأمر الثاني، أسأل القضاء المصري، أنا أسأل القضاء المصري، هل ستحكمون بما يرضي الله جل وعلا في مثل هذا الأمر، في هؤلاء المجرمين، في هؤلاء العاقين، في هؤلاء البلطجية؟ أنا لا أتحدث عن أناس يحملون شفقة وهل ترى أنهم حكموا بما يرضي الله فيما سبق؟ والله أنا طبعا أعترض مع المنظومة القائمة من الرأس إلى الظفر. أعترض، أنا شوف يعني لا أريد أن أفجر شيئا في صدري، أعترض على المنظومة القائمة من الشعر إلى الظفر. بل أتذكر كلمة للإمام الذهبي رحمة الله عليه كما في سير أعلام النبلاء، يقول: لقد سعدنا غاية السعادة حينما آل الأمر إلى بني العباس، لكن أحزننا أن نرى سيول الدماء، هكذا قال سيول ولم يقل سيلان، سيول الدماء وتناثر الأشلاء وانتهاك الحرمات. ثم عقب قائبا: فالدولة الظالمة مع حفظ الأمن والأمان وحفظ الحرمات هي أفضل من الدولة العادلة التي تنتهك فيها الحرمات وأن لها العدل. نحن يا سيدي نعيش في اللا دولة الآن، نحن نعيش في فوضى، بمعنى أن الشرطة كان يجب عليها أن تمنع هذا الأمر على الإطلاق. إننا لا نعيش عهدا فيه شرطة على الإطلاق، بل إن الكثير من أمناء الشرطة يقومون بعمل صفقات مع لصوص السيارات ومع رجال المخدرات، لأننا نعيش عصر الأزمات، وهناك الشريف وهناك القبيح وهناك كذا إلى آخره، بل هناك يعني من مفاصل الدولة من يعمل مع أعدائها إلى آخر هذه الأمور. خلاصة المسألة، هذه الظاهرة التي رأيناها، هل لو كان هؤلاء في حرب مع اليهود لفعلوا ذلك؟ لا وربي. ثانيا، من يتم الحكم عليه؟ الإعلام المحرض الفاسد الذي شوه صورة الإسلاميين على مدار سنين. ثانيا، نظام الحكم، يحاكم الرئيس، أنا بقول له يحاكم الرئيس لضعفه ولقلة ذات يده ولصبره على المجرمين والبلطجية في تدمير البلاد والعباد. أنا بقولها لا مجاملة لأحد على الإطلاق. أنت رئيس، إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس. الرئيس له قبضة من حديد وقبضة من حرير، وإلا لضاعت البلاد وذبح العباد. ثالثا، هذه نقطة في غاية الأهمية، في إنجلترا لما قام البعض بمظاهرات وعبثوا فيها ضربوهم بكل شيء وهجموا عليهم بالخيول وقالوا إن أمن إنجلترا مقدم على كل شيء. المهم، أود أن أقول لك شيئا، إنني ما رأيت إلا مجموعة من البلطجية، إنني ما رأيت إلا مجموعة من القتلة، إنني ما رأيت إلا مجموعة من المتوحشين، ويشترك في الجرائم هذه النظام، لابد وأن يحاسب. ثانيا، وزير الداخلية لابد وأن إن كان عنده ذرة من أخلاق وذرة من شجاعة أن يقدم استقالته في هذه اللحظة الآن، هو وبالنسبة للمساعدين بالإجماع. ثالثا، أنا يعني أتمنى من الشارع المصري ألا يكون صامتا على الدوم. لماذا؟ لأن الدورة مع احترامي يأتي على الكثيرين، إن كان اليوم على الإخوان، غدا على كذا، غدا على هيئات، غدا على المؤسسات، وباستطاعة أي دولة صغيرة يعني لا يعد أبناؤها على الإطلاق إلا على أصابع اليدين أن تدفع المليارات في مصر لهؤلاء البلطجية والمجرمين، ونرى بعد ذلك التحطيم للمؤسسات، التحطيم للهيئات، التحطيم لأركان الدولة، نرى بعد ذلك خطف النساء، نرى بعد ذلك الاغتصاب إلى آخر هذه الأمور. خلاصة المسألة، إن الأمر هذا لا يجب أن يعبر